الثقافة أخبار. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم في فقرة للثقافة أخبار. تحتضن مدينة العرائش يومي 20 و21 من دجنبر الجاري فعالية الدورة الرابعة لمهرجان العرائش للموسيقى والسماع الصوفي. وذكر بلاغ لجمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة الخميس أن هذه الفعالية التي تنظم احتفاء بتجربة إحياء التراث الثقافي للحضرة النسائية تحت شعار سمو الأرواح في حضرة مدح سيد الأمداح، ستشارك فيها مجموعة الذاكرات بالمدرسة القرآنية الوزنية ومجموعة منان للبحث في التراث الفني النسائي والحضرة النسائية برئاسة الزهراء بعناني. وتهدف هذه التظاهرة الثقافية حسب الجهة المنظمة إلى إبراز المقومات التراثية والحضارية لإقليم العرائش وتشجيع الشباب على التمسك بثوابت الأمة المبنية على الأخلاق والصلاح، وكذا إلى التعريف بالتراث اللامادي المغربي الأصيل ومد جسور التواصل الروحاني بين الأجيال. أكد مدير معهد العالم العربي بباريس السيد جاك لانغ الأربعاء في لقاء مع أطر وأساتذة وطلبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالمسيك بالدار البيضاء على أن الاستثمار الثقافي مفتاح التنمية والابتكار والإبداع. وشدد سيد لانغ في هذا السياق على ضرورة إيجاد إطار تفاعلي لهذا الاستثمار يستند إلى تعزيز حرية التعبير، مشيدا بالمناسبة بخطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم، والتي اعتبر أنها تنم عن تفكير عميق ورؤية متبصرة وتصميم قوي. كما أكد على أهمية النشاط الثقافي خاصة منه السينمائي بالمغرب، مسجلا أنه البلد الذي ينتج أكبر عدد من الأفلام على صعيد الوطن العربي. قال المخرج المسرحي تقي ولد عبد الحي رئيس جمعية المسرحيين الموريتانيين إن المسرح المغربي سيكون ضيف شرف النسخة الأولى لمهرجان نواكشوط الدولي الذي تعتزم الجمعية تنظيمه السنة المقبلة. وأوضح ولد عبد الحي على هامش المحاضرة التي ألقاها الثلاثاء بالمركز الثقافي المغربي بنواكشوط حول المسرح في موريتانيا الواقع والطموح أن طموح المشروع للرواد المؤسسين للحركة المسرحية لا يقل عن تنظيم مهرجان مسرحي على غرار المهرجانات الدولية التي تقام في عدد من البلدان الإفريقية والعربية. وفي معرض حديثه عن التعاون المغربي الموريتاني في مجال المسرحي، ذكر ولد عبد الحي بالتوقيع خلال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية في أبريل الماضي في نواكشوط على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين لسنوات 2013-2016، والذي يؤكد على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية بين البلدين من خلال القيام بمشاريع مشتركة وتعزيز الخبرات والتكوين والمشاركة في مختلف التظاهرات الثقافية المنظمة في كل من المغرب وموريتانيا. تواصل فرقة مسرح أرالكان جولتها الفنية بالعمل المسرحي الكوميدي أشداني من تأليف وإخراج عمر الجدلي، تشخيص كل من عبد الرحيم المنياري، عبد اللطيف خمولي وجواد العلمي. وتدشن الفرقة موسمها الثقافي الثاني بعرض جديد بالمسرح الوطني محمد الخامس بمدينة الرباط يوم 13 من دجنبر على الساعة 8 مساء. تنظم جمعية سيرفيس يومي 13 و14 من دجنبر الجاري بدعم وتعاون مع المركز السينمائي المغربي والجماعة الحضرية ومجلس جهة مكناس تفيلالت والمعهد الفرنسي والمندوبية الجهوية لوزارة الثقافة الدورة الثالثة لمسابقة الأفلام المغربية القصيرة في إطار الملتقى السينمائي لمكناس، وذلك بفضاءة المعهد الفرنسي ودار الثقافة محمد الفقيه المنوني. ويتضمن البرنامج العام لهذه التظاهرة السينمائية بالإضافة إلى المسابقة المذكورة تكريما للرائد السينمائي حميد بناني وعرضا لتحفته وشمة ولقاء مفتوح معه، كما يتضمن ورشة تكوينية في السيناريو والمونتاج من تأطير المخرج ربيع الجوهري وفقرات أخرى. بهذا الخبر نصل إلى ختام فقرتنا الثقافية، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.